اتعلمنا انك قبل ما تعمل مشروع لازم تعمل له دراسة جدوى. دراسة جدوى اقتصادية، دراسة جدوى فنية، دراسة جدوى مالية. انا بقى مش جاي اكلمك النهارده في دراسات الجدوى، انا جاي اكلمك في اهم حاجة مكملة لدراسات الجدوى، ويمكن تقول لك اصلا من بابه انت تعمل دراسة جدوى للمشروع ده ولا لا، ما دام انت عاجبك المشروع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه يا جماعة؟ قبل ما تعمل اي مشروع انت المفروض اهم نقطة نصيحة مني انك انت محتاج تعملها، انزل اشتغل في المشروع ده ولو شهر، من شهر لسنة، قبل ما تعمله او قبل ما تنفذه. ليه؟ هتفرق في ايه؟ يعني ما انا سائل ان امال هي دراسة الجدوى بتقول ايه؟ والله ما دام مشروع صغير او متوسط اسمع مني، انزل اشتغل في المشروع ده فترة، يمكن المشروع اللي انت حبه وفيه شغفك ده تقول انا مش هعمله اصلا، المشروع ده طلع مش بتاعي. ليه بقى؟ لانك الشيء النظري حاجه، يعني كونك تعرف انت قاعد شايف صاحبك فاتح محل مثلا بتاع مش عارف ايه، وان المحل ده ما شاء الله الزباين رايحه جايه، ده الواد ده بيكسب كويس جدا، ده ما شاء الله هو البيع والشراء سهل، ده انا مش شايف ان عنده مشاكل، ده بالنسبه له هو، ويمكن هو مر بمراحل كتير جدا عشان يوصل لدي. طب وانت؟ لا، مش بالضروره انك انت تبقى كده. قبل ما تعمل حتى حطها خطوه من ضمن دراسات الجدوى بتاعتك، وهي اصلا اوريدي موجوده، اللي هي جوه دراسه الجدوى، وهي دراسه السوق جوه دراسه الجدوى التسويقيه. طب ما دراسه السوق موجوده، امال انت بتقول لي ده انا عايزك تعملها عملي. دراسه السوق بخلاف كل الداتا اللي انت هتجمعها عن السوق والمنافسين والمنتج وكل شيء، لو قدرت تنزل تشتغل بنفسك انزل اشتغل بنفسك، لانك بتقابل بقى التبس والتريكس اللي انت ما تقدرش بيها تكمل المشروع، او اللي انت بيها تقدر تكمل المشروع. احيانا لما هتقابل حاجة معينة يمكن تقول لا، المشروع ده مش هينفع اكمل فيه. على سبيل المثال، وكان من المشاريع اللي كنت هعملها انا وصديق ليا من فترة من الزمن، كان مشروع مغسلة عربيات. في حاجة بقى اسهل من كده؟ عربيات داخلة بتتغسل، عربيات خارجة اتغسلت، فلوس بناخدها. لما تيجي على معدات مشروع زي ده لقيناها سهله جدا ومتوفره في كل حته. طب محل نأجره، ما ده سهل في كل حته. طب مش عارف ايه، كل حاجه سهله. لأن يمكن ما اشتغلناش المشروع ده، انما لما تعمقنا فيه اكتر، ما بالك بقى لو كنا اشتغلناه، اكتشفت حاجه بسيطه قوي تخليك ما تعملش المشروع ده خالص. الا وهي ايه بقى؟ ان المشروع ده طلع قائم على الايدي العامله، الواد اللي بيغسل. طب هو انت، ما انت كنت عارف، كنت عارف ده نظري حاجه، ولما تقرب من المشاكل وقعدت مع اصحاب مغاسل طول الوقت، الناس دي عندها مشكله طول الوقت ان بيصحوا من النوم شغال معاهم 3 2 مش جايين، انت لبست قفلت المغسله. انا بديك مثال مش اكتر من كده، في كل شغلانه هتلاقي حاجه كده، في كل شغلانه هتلاقي انك انت بتيجي تشتري ممكن ما تلاقيش موردين فجاه، ممكن يقول لك مفيش، ممكن اكون بشتغل في سلعه بس هي بالدولار، الدولار غلي، مفيش المنتج، انت قفلت. فمقصد كلامي ايه؟ انزل اشتغل الشغلانه اللي انت حابب تعملها قبلها ولو بشهر، اتفق مع صاحب المحل انك تشتغل عنده ببلاش، واحد قريبك انزل اقف عنده. طب هو انا بقى كل مشروع في الكون لو هعمله لازم اقف انا فيه بنفسي؟ لا، مش لازم قوي، بس الناس اللي لما بيكون معاها بقى كاش كويس، انت ممكن تشتري بقى الخبرات دي، بتشتري ناس تعمل لك دراسه جدوى مظبوطه وتقول لك على كل الحاجات دي. حالتنا اللي فاتت دي كلها انا كنت بتكلم عن مشروع صغير، واحد هيفتح سوبر ماركت، مش هقول له روح اشتري الخبره، واحد هيفتح مغسله عربيات، واحد هيفتح مش عارف محل مكواجي، يعني ايا كان. انا بقول لك في المشاريع الصغيره عشان انت ماديا مش هتبقى قوي، انزل اشتري الخبره بنفسك، انزل اشتغل وقف في المكان ده بنفسك، هتكتشف مميزات وعيوب المشروع ويمكن ما تعملوش. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.